بتحكي وبتقول أنا عمري حاليا 21 سنة وجوزي عنده 31 سنة. أنا متجوزة من 4 سنين. عايزة أقول لكم مشكلتي وهي بصراحة وباختصار، بس ياريت قبل ما نبدأ ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان كل قصة حقيقية من واقع الحياة توصلكم أول بأول. بتقول أنا من أول ما اتجوزت من 4 سنين جوزي عامل زي الحيوان، لا مؤاخذة في الكلام. جوزي لما يكون عايز مني أي حاجة بينقض عليا زي الطور أو زي الحيوان. هو ده منطلق حياتنا من أول ليلة دخلتي. مفيش عنده أي رأفة بيا أو رحمة بيا في العلاقة الحميمية. من أول يوم جوازنا اللي أعرفه إن كل عريس بيبقى خايف على عروسته جدا وبيعملها بمنتهى الرحمة وبمنتهى الخوف عليها. لا، ده بالعكس. من أول ما باب الشقة اتقفل علينا حسيت إن أنا عايشة مع حيوان مش بني آدم. والحمد لله شوية إن أنا جسمي يعني تخين ومليان وحلو، مش اللي هو الدرجة اللي قوي، بس جسمي يتحمل. بتهيألي لو كنت ضعيفة شوية كنت مت فيها. من أول لحظة اتقفل عليها بابنا وهو منقض عليا زي الحيوان. يعني افهموها انتوا بقى. في القصة في العلاقة الحميمية مفيش أي مقدمات، مفيش أي مقدمات. المهم إن هو اللي عايزه بياخده كأنه اغتصاب كامل. مش قادرة أتكلم لأن بصراحة مش عارفة إيه اللي كان بيحصل بين أي زوج وزوجة. كنت متجوزة لسه عيلة وخام، معرفش إيه اللي بيحصل، فكنت فكر ده الطبيعي وده العادي. بصراحة لما يوم دخلتنا أخد عرضي كان بمنتهى القسوة وبمنتهى الجبروت، وكنت في منتهى الرعب وفي منتهى الخوف وفي منتهى الألم. تعبت بجد. وجي من بعدها برضو نفس الحوار كل يوم، مفيش أي مقدمات، كله كأنه اغتصاب أو كأنه علاقة هو عايزها هو بس. محاولش مرة يسعدني في الفراش، محاولش مرة يقول انت ارتحتي ولا لأ، محاولش مرة يقرب مني الأول زي ما كل واحد واحدة بيعملوا. تعرفوا المشكلة الحقيقية ايه؟ ان هو وقت ما يكون عاوزني لو مرة 2 3 في اليوم هو اللي بيجي ينقض عليا ويعمل علاقته زي ما هو عايز وزي ما هو بيحب. لكن المشكلة ان انا ما اكون انا محتاجة حاجة او حاسة ان انا عايزة حاجة، يعني مثلا هو قاعد وبحط ايدي على كتفه مثلا او احط ايدي على جسمه، لازم ينطر ايدي بطريقة صعبة قوي ويقول لي ابعدي قومي مالكيش حاجة عندي، المهم ان اخد اللي انا عايزه بس. انا بقيت على هذا المنوال 4 سنين لحد ما ادركت وعرفت ان في حاجة اسمها مقدمات، في حاجة انا ذات نفسي محتاجة ان في تقديم للموضوع ده. بس هو لا، ما عندوش الكلام ده. عايز اللي يحصل يحصل في 10 دقايق، في ربع ساعة، في نص ساعة، بمنتهى الجبروت بمعنى اصح. مفيش اي رحمة في العلاقة خالص. وخلفت منه ولد دلوقتي 3 سنين. بس انا حاسة دلوقتي ان انا تعبانة نفسيا، مش باخد راحتي. يا ريت تكونوا كلكم فاهمين ان انا قصدي ايه. ما سألنيش مرة انت مرتاحة او انت خلصتي او انت جبتي، او مش عارفة اوصلها لكم ازاي. بس هي دي فعلا مشكلتي، ان انا مش مرتاحة مع جوزي ده. انا تعبانة بجد. نفسي احس مرة ان انا ست مرغوب فيا. نفسي احس ان انا ليا راجل وقت ما احتاجه ان انا الاقيه. نفسي يكون سندي، نفسي يكون عزوتي. نفسي احس ان انا ما اكون محتاجة حاجة الاقيه هو. اطبطب عليه، طبطب عليا، حسسني بحنيته. ده معدوم الحنية، ده ما عندوش اي رحمة بيا خالص. بجد الموضوع ده بقى قرفني جدا وتعبني جدا، وبدأت ان انا ازهق وامل من حياتي معاه. لما جيت في يوم قلت لأمي، قلت لها يا أمي بيحصل كذا وكذا وكذا ومش حاسة ان انا مرتاحة، مش حاسة ان انا متجوزة اصلا بمعنى اصح. انا حاسة ان انا بغتصب من جوزي. مفيش اي رحمة بيا في العلاقة، مفيش اي حنية يا أمي. أمي ترد عليا وتقولي اهو احسن من غيره. بدل ما تسيبيه وتروحي تتمرمطي بابنك فين، خليكي عايشة والسلام. بس الوضع أصبح مقرف، الوضع مش مريحني. وكمان في أوقات كتير بيبقى مش نظيف في نفسه، ببقى قرفانة جدا وحاسة إن أنا بعمل معاه غصب عني. يعني ممكن يفضل بالأسبوع ما يستحماش، ممكن يعمل علاقة كاملة مرة واتنين وما يستحماش. لأنه طبعا هتقوله إزاي بيصلي، هقول لكم إن هو مش بيصلي أصلا. ويوم ما أجي أتكلم وأقول له خد دش حرام عليك وصلي، يلعن سلسفيل أبويا ويشتمني ويبهدلني ويقسى عليا. يقول انت جايبك هنا خدامة وجارية ليا وتأدي طلباتي ومزاجي وبس. قولوا لي اعمل ايه في العيشة اللي انا عايشاها. بصراحة
أنا كرهت نفسي وكرهت الدنيا وكرهت حياتي معاه، كرهت أصلا أشوفه. تتخيلوا لما أكون نايم معايا بشم منه ريحة مش كويسة أبدا أبدا، وأنا مغصوبة على الأمر ده، ببقى مخنوقة ومش عارفة أعمل إيه وأجي أقوله. في الأول كنت بخاف أقوله إن ليك ريحة أو كده، بس لقيته بيتمادى فبدأت أقوله. قلت له يا ابني أنت ليك ريحة نفاذة صعبة بتخنقني بتخنقني. يضربني بالقلم هو أثناء العلاقة ويقول لي يا حبيبتي انت مالكيش انك تتكلمي، هناخد اللي انا عايزه بس. فقولوا لي الحل مع البني ادم ده ايه؟ منتهى القرف، منتهى الجيافة، منتهى النتانة. حتى مصروف البيت بيديهوني بطلوع الروح، والله ما بيديني حتى مصروف لنفسي. او مرة يفرحني ويقول لي خدي هاتي لنفسك كذا، او مرة يجيب لي هو كذا. بقالي 4 سنين على الوضع ده متحملاه وعايشة، واجي اشتكي لامي تقولي لا عيشي وربي ابنك. في يوم من الايام قعدت مع امه واشتكت لها، فكرت ان هي هتيجي عليه وتقولي لا غلطان، او لا يا بنتي لا ده سنة الحياة ولازم يشوفك مرتاحة معاه ولا لا، او تراضيني بكلمة او تطيب خاطري. امه قالت لي نفس الكلام، قالت له هو راجل يا حبيبتي ما يعيبهوش حاجة الا جيبه، وبعدين ما دام بياكلك وبيشربك هتعوزي ايه تاني؟ قلت لها انا اللي مش ليا حق عليه يا امي؟ قلت له لا ملكش حق عليه غير ان هو ياكلك ويشربك، ابني يعمل اللي هو عايزه. قلت لها طب خليه ينضف نفسه حتى على الاقل ويستحمى ويتدوش كده. تقول لي هو حر يعمل اللي هو عايزه. المهم ان انا ما طلعتش من امه بعقد نافع. اقول لمين تاني؟ اقول لمين؟ والده؟ انا اتحرج ان انا اتكلم معاه في مواضيع زي دي، وهو انسان لا دم ولا احساس ولا اي حاجه عدله فيه في الحياه. انا تعبت بس مش عارفه اتطلق لان مش عارفه هروح بابني فين، وفي نفس الوقت امي ست على قد حالها ووالدي متوفي. اما اجي اشتكي لها تقول لي عيشي ورب ابنك. بس انا هفضل عايشه في الجحيم ده لحد امتى؟ هفضل عايشة في الذل والمهانة دي واشتغل بلقمتي لحد امتى، مع اني والله شغالة خدامة لأمه وخدامة ليه وبدون اي مقابل؟ حتى راحتي الشخصية مش لاقياها، حتى راحة بالي مش لاقياها، مفيش فيه اي ميزة. ما كنتش اعرف كل ده، لو حد قال لي انتي ما كنتش تعرفي كل ده قبل الجواز، لا معرفوش. لانه بالمختصر ان واحدة قالت لأمي عليه، قالت لها انه بيدور على عروسة وحصل النصيب. لكن ما كنتش اعرف ان هو بالعفانة وبالنتانة دي وبالأنانية دي. ده إنسان أناني ما بيفكرش غير في نفسه وفي شهواته وفي نزواته بس. شوروا عليا أعمل إيه؟ بجد أنا تعبانة ومقهورة من جوايا، أو هروح فين بابني؟ أستودعكم الله. دي قصة بنت، قصة حقيقية من واقع الحياة يا شباب. فعلا مخنوقة ومقهورة من جواها، كانت كاتبة كلام كتير قوي، بس أنا اكتفيت إن أنا أقول لكم على المختصر المفيد. فحاول ننصحها لوجه الله، ونقول يا رب يهدي لها حالها ويهديها لنفسها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي امان الله. ويا ريت ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان كل قصه حقيقيه من واقع الحياه توصل لكم اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم.